يلا الراجل جالك اهو يا عم احمد. بص، هو انا اول مره اكل الاكل المغربي. تمام. انا ما كانش اكل مغربي قبل ركز كده. معايا، ها ركز معايا، ما تحشمناه. قول لي رجح لي احلى اكله. يا حاج احمد منور المغرب. منوره بيك. هتاكل ايه؟ اجيب لك بيتزا؟ لا بيتزا ايه؟ هتاكل ايه؟ المغرب. ايوه اسلامي يقول لي كل اكل تركي، ايوه. وانت الصبح تقول لي ايطالي. طب عايز تاكل ايه طيب؟ انا عايز اكل اكل مغربي. زي ايه؟ أكل طب مغربي طب انت traditional. عارف طيب تسمع؟ اسمع. ايوه طاجين، ايوه. كسكس، اسمع عن الكلام ده. عايز تشوف أجرب. بقى وتجرب. انا عايز امشي في شوارع المغرب القديم. عايز اكل اكل المغرب، عايز اشم ريحه الهواء الجميل. ارحمني. بس بامانه، بص انت تعرف ان المغرب، المطبخ المغربي متصنف اول او تاني عالميا؟ تاني عالميا. بص، هو انا جربت كل انواع الاكل أها. هذا المغربي. يعني انا اكلت الاكل ايطالي، فرنسي، تركي. اها. مصر طبعا عايش فيه. الاكل المغربي هو الوحيد اللي انا ما اكلته. اصلا. وحتى لما جينا هنا لحد النهارده برضه ما كلناش اكل مغربي. بس انا لحد ما امشي هفضل اجرب كل يوم. هتجرب الاصناف. اكل مغربي، اللي هياكل معايا ياكل، اللي مش هياكل ماكدونالدز هناك اهو طازج. ها؟ بس هتقول لنا رايك، الناس هتسمع رايك. هقول رايي بامانه. وبصراحه كمان. هو باين ان انت اصلا ما شاء الله يعني ما بتكسفش. لا، انا هوايتي الوحيده في الدنيا الاكل. اه دي هوايه. انت جيت للناس الصح، مش هقول لك اكتر من كده. ادوني اكل بقى. هتطلب ايه؟ لا، احنا جايبين المندوب السامي المغربي عشان ايه؟ هو اللي عندنا. ماشي. ده شغلتي قوي. قول له بقى، قول له يا زكريا، قول له. ده ملعبي. اديني بقى. قول لي. لا، احنا اليوم هنبتدي باول حاجه في المغرب، لازم تدق طاجين اللحم الاول بالبقر. المقبلات، نبدا حاجه. مقبلات لازم تاخذ ايه اطعم حاجه في المقبلات؟ سلطه مغربيه، ماشي. بعدها هياكلها هيشبع وربنا. هتاكلها هتشبع. لا، ناخد عينات. عينات. المقبلات. اه. وبعدين اديني نوع اكل بص مغربي انا أكله هديه معايا. بص انا هديه سلطه مغربيه على تكتوكه مغربيه، اها. على انواع كده خفيفه في الاول مقبلات، بعدين هنمر للصح يعني كل للطاجين. اللي انت قلته ده مقبلات. ده مقبلات. واكل ايه بعد كده؟ طاجين. طاجين على طول. يعني انا معاك. انت قلت عايز تجرب. خلاص انا معاك. انا معاك. لما يجي الراجل نطلب بقى. يلا الراجل جالك اهو يا عم احمد. بص، هو انا اول مره اكل الاكل المغربي. تمام. انا ما كانش اكل مغربي قبل ركز كده. معايا، ها ركز معايا، ما تحشمناه. قول لي رجح لي احلى اكل. كاين طواجن مغربيه هما اللي زوينين. كاين طاجين اللحم بالبرقوق بدري، كاين طاجين سمك، كاين طاجين غنم. سيبك من سمك. اللحم برقوق ده اللحم بالبرقوق، مكوناته ايه طيب؟ طاجين لحم بقري بالبرقوق والمشمش. ده كده حاجه حلوه على ملح. وده حادق ولا حلو؟ ها الاثنين. خلاص اوكي تمام. تصدق. كاين مشاوي مغربيه مشكله، كاين مشاوي دجاج غنم. المشاوي هي كده في اي مكان، المشاوي واحد. خلينا نجرب الطواجن. المشاوي هو عايز هي يجرب نفس الاصل يعني. كاين طاجين غنم زوين. لا بص، دي الطاجين لانه من اصل المغربي طاجين لحم بالبرقوق، لانه هذا كده خلاص جربها حلو على طاجين ملح. غنم بالبرقوق والشلبانه حتى هو اصلي مال. ايوه. لا إيه؟ بس إيه دي ده حاجه إيه؟ جديده عليه ده يعني. الطاجن الغنم اللي انت قلته ده ايه؟ طاجين غنم بالارتيشو. يعني ايه؟ يعني ارتيشو ايه الارتيشوك؟ اترجم يا ابني. بالعربي. الفوق الفوق. الخوخ بال... بالمصريين مش عارفوا بالإيه؟ الخوخ عارفين إيه اللي كيكون الخوخ؟ فيه شوف شوك. فين شوكي؟ فين شوكي؟ ايه اللي جابه هنا؟ خرشوف. بص دي الطاجين مش عارف. لحم برقوق. هو انا سيبه. هاخد لحم برقوق. ماشي جيب كده؟ لكم بريوات مخلطين. هات لنا ابيتايزر بس. هتاكل ايه؟ شوف اسلام بس وشوف زكريا. اسلام هتاكل ايه؟ مثلا طاجين لحم برقوق. مشاوي هنا مشكل. شكل اوردر ثابت ده في اي مطعم في اي حته مشكل. قول لي ايه هو؟ انت اول مره تنزل المغرب؟ انا كلامي كل حاجه. لا ما تتوصاش. قول لي ايه الكلام اللي عجبك؟ انت لما جيت قلت لي انا اول مره انزل المغرب، اللي انا كنت بسمعه طول حياتي حاجه، او باللي بشوفه في التلفزيون حاجه، ولما نزلت دخلت البلد حاجه تانية. ده حقيقي.
بص هو انا سافرت دول كتير تقريبا. علي صوتك. بقول لك انا سافرت دول كتير أها. وقابلت حتى مغاربة بره. اها، سواء في دبي او سواء في فتره الشغل بقى في اوروبا في اي أو دولة. تمام. لمجرد انا وصلت هنا اول يوم ثاني يوم ثالث يوم مش هو خالص، مش هو اللي انت المبدأ، سمعته مش هو اللي اصلا. انا سمعته خالص نهائي. خالص. فكره مختلفه تماما، لا خالص. بلد جميله، بلد لا الفكره اللي الناس واخداها فكره غلط خالص. البلد لا يعني ناس متحضره وناس محترمه وناس، وفي مجال للشغل وفي مجال للبيزنس وتربه خصبه تمام. وبلد راقيه وهتلاقي كل حاجه. بحب افتح بيزنس فيها كمان. ادعوا لنا بقى يا جدعان ان شاء الله، ربنا يسهل الحال يعني. يا رب يا رب. يا رب. احنا إسلام. مستنيين الاكل عشان تقول لنا رايك. كده يا اسلام. تطلع معنا اسلام. اسلام بيحشم يا جماعه، لسه بيحشم. احنا هنجي لك الاكل دلوقتي، هتقول لنا رايك. لكن المهم البدايه حلوه. الزيتون هنا رائع. الزيتون تاكله من شفشاون تقريبا. الزيتون ده حلو صح؟ الزيتون اصلا، الزيتون الاصلي في المغرب هو من مناطق قلعه سراغنا، المراكش. دول الاصل الزيتون. فهمتك. انت طالب ايه؟ ده طاجين لحم ببرقوق. ما انا عارف، انا بختبرك بس. انت فاكر ايه؟ بطل اكل، بتاكل ايه انت؟ وده عامل زي وقال لك ايه؟ قال لك لحم. يلا شاطر قال مغربي. لك الاول لحم وبعدين أيوة. وبعدين برقوق. دير بحال زكريا. يلا مش عارف تاكل؟ برقوق ما تقطعش. ايه رايك؟ لحم حلو. شوف هنا تتبيله اللحم زي عندنا.
احمد كمل 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 اهو مازال. ما زال ايه، ماليش شغل على العظم. فلوس. ما قلتش العظم. قالوا لك ويعندك نصيبه عطار فايدة والفرق حبيبه اشتوك يا العطار ما يفهوك يا العطار اشتوك يا بسرعة قبل ما الدوشة ترجع، عايز اعرف رأيك في الاكل اللي انت اكلته. رأيي بصراحة ولا؟ لا ما هم ما بيحبوش غير الصراحة. طيب الصراحة الطاجن بتاع طاجين. الطاجين اها. لحمة برقوق. اللحم بالبرقوق. الطاجن رائع. مفيش كلام اصلا. لحمة حلو. تمام. والتسوية حلوة. تمام. والتتبيلة حلوة. التدبير كل شيء. كل شيء طاجن رائع. قولها بالمغربي بقى، كل شيء مزيان. كل شيء زوين. كل شيء زوين. ومزيان برضه يعني. ومزيان. الابيتايزر اللحوم حلو. هو بس فيه سمك. السمك ده انت ما بتاكلوش يعني. باقي الابيتايزر حلو. الرز هو بيتعمل الرز على الطريقه الايطالي، فالطعم فبيجي مش مستوي كويس، فيه ميه. انا عايز اقول لك مفاجأة اصلا، يعني انت الوحيد تقريبا اللي في المطعم اللي طلبت رز، او ما طيب فيش حد بياكل رز مع الطاجين. مش هطلبه تاني. انت اللي غلطان. كمل. واتعلمت طريقه اكله النهارده اصلا العيش. زكريا، اشكر زكريا بقى. زكريا. اشكر زكريا. زكريا انت قلت له يعمل ايه؟ اكل طاجين لازم قديم. ياخذ خبز اها مع برقوق اها مع لحمه. معلم. ده هو انا كنت باكل ده لوحده وده لوحده وده لا لوحده. مش هتحس بينزل المعده ايه، لحم وبعدين مشمش وبعدين عيش وبعدين برقوق، فعملت ايرور. اصلا معدتي عملت ايرور. بس لما عملت طريقه زكريا حلو. بس أكل خلصان. حلو. الأكل مش عايزين اكتر من كده كده. بكره نجرب الايه؟ نجرب. الناس اللي تقول لنا بقى انت تجرب ايه بقى، خلاص اوكي. هم افيد مننا في الحاجات دي. انا موافق. خلصانه. بس انا هقول لك، هو هيقول لك جرب البسطيله مبدئيا. في حاجه تانية؟ ايه؟ مراكش في طنجيه. الطنجيه في مراكش. احنا لا بكره بينا على مراكش. بكره مراكش. خلصانه. سرينا الطاجين. ها خلاص كده. الدنيا تمام كده ميعادنا بكره مع الطنجيه المراكشيه. طنجيه المراكشيه دي في مراكش. دي في مراكش. تمام. دي عباره عن ايه بقى؟ قول له. دي عبارة عن لحم خالص مع توابل خاصة زي الزعفران الحر، زي زيتون، زيت زيتون، مع ملح، مع توم، مع كده. بس بيطيب على مش على فحم، على زي زي الرمل. زي الرمل السخون اللي يكون في الحمام. عود في فوق نار. ده هيبقى اطعم ولا اللي احنا اكلناه؟ لا ده اطعم، ده بيبقى ني، ده بيبقى مثل الزبده. طب ما احنا كنا اكلناه النهارده. ولا ده لازم في مراكش؟ في مراكش بقى اصوله. خلاص ناكله بكره في مراكش. خلصانه. الناس هتقول لك تاكل ايه بعد الطنجيه؟ لا قبل الطنجيه، لو هم قالوا حاجه غير الطنجيه هنجربها هي الاول. خلصانه. اشوفكم على خير. السلام عليكم. Ahmed Zidan.